تكلمتي عن الفطاحل وقلتي ما ترشح معاهم. ايه من الاخ يسألك اكمل. إيه؟ قلتي من زينهم. الاخ يقول لك هل العم جاسم الأخرافي لا يعجب صفاء الهاشم كونه من الفطاحل ولو تاخذ؟ ويه يلا من فضلك، طبعا من ذكرت العم ابو عبد المحسن افخر واقولها على شاشه الوطن الاقرب الى قلبي. العم ابو عبد المحسن علمني الف باء السياسه. العم ابو عبد المحسن بملاحظاتي له على مدى السنوات الطويله في تاريخه المشرف، كل مره افتح تلفزيون واشوفه يصرح، ولا من ايام ما كان وزير ونائب و اتطلع اني اكون بهالذوق والادب، من المعارضه الراقيه، من اختيار اللفظ الصح، من الحكمه اللي بناها على مدى الزمن واستفاد منها، من تقربه لاصحاب القرار واكتسابه للكثير من الاصول والاعراف الدبلوماسيه والسياسيه اللي تشربتها انا. ابو عبد المحسن العم جاسم الأخرافي من الفطاحل، اذا مو هو يعني انا بالنسبه لي هرم كبير اشوفه. يا ريت واتمنى، يا ريت يا ابو عبد المحسن اترجاك الحين على الشاشه، باقي 3 ايام، حاول تفكر وتنزل. محتاجينك ومحتاجين حكمتك، محتاجين حكمه قراراتك، محتاجه حكمتك في تهدئه الامور، محتاجه ابتسامتك، محتاجه الحنكه السياسيه اللي بنيتها على مدى السنوات. ارجوك لا تتقاعد وتخلينا، محتاجينك في احلك الاوقات. الكلام الحين دستوريه المرسوم من عدمه اشبعت حديثا. نعم. ولكن التصريح كان السيد عبد الله النيباري لما قال يعني الدستور بصوت واحد راح ينتج مجلس صديق للحكومه. وما تشوفين ان فعلا المجلس القادم راح يكون مجلس حكومي، مجلس بصام؟ يحلي للاخ عبد الله النيباري على كيف يطلع التصريحات. لا رايه. اي مو هو نفسه اللي حط المعيار الدستوري اللي استند عليه منبره الموقر في تهديد كوادره بالشطب اذا نزلوا انتخابات. وين الديمقراطيه؟ اي صديق للحكومه. وبعدين تعال انا بسالك، ايش قصه صديق للحكومه وانتم مع الحكومه؟ حكومه اسرائيل ما هي في النهايه كويتيه، خل نساعدها، خل تمضي، خل اشرع لها واسلمها وتمضي في التنفيذ وانا اراقب. اذبحونا الا صديقه للحكومه الا معاديه. ما هي حكومه اعداء، حكومه صديقه يترأسها رمز من رموز الاسره. اذا هو فاهم وواعي بنكون عون له وعمود فقري ثاني له. انا عسماويه اكون ايد يسار معاه، لكن لا تقولوا لي الكنترول، لا يقولوا لي صوتك عالي، قولوا لي اذا اوطي بس تخليني اشتط. الله يهداك. هو نفسه اللي قال اهدد كوادري بالشط من خالفه ورايي في المقاطعه ولا ترشحوا ولا انتخبوا. وين ديمقراطيتك يا نيباري؟ قلت لك الله يطول بعمارهم، كبروا وروحوا اخذوا لكم اجازه في البهامز ما هم كلهم اشتراكيين، لكن فجاه ثروات ومزارع وشاليهات وفلل وعاشوا حياتهم مضبوط. ما وين نعم فيهم، ما راح اشكك ولا ارفع علامات استفهام. روحوا استمتعوا بحلالكم، طلعوا لي بهامز، قعدوا في فيرجن ايلاندز، روحوا الكاريبيان، قعدوا على هالبيتش، عيشوا ما تبقى من الحياه برغد، بعيد عن تأجيج شارع وتنسى شكلت اليوم. زين. الذاكره ما تسعفهم، وقاعد نذكرهم ونحاول. اوكي بس على اساس على امل نطلع من الجدل السياسي. انت ايضا ما هو جدل، انت تسالني انا ارد عليك. ما عليك. كمرشح ترى للحين ما قلت رؤيتي. اوكي كمرشحه انت